فيديو النهارده هقول لك ازاي تكسب فلوس من خلال التصميم، والتصميم مش هقول لك مواقع كبيره او تطبيقات كبيره، انا هقول لك من خلال تطبيق كانفا للتصميم. هتصمم بقى اسكان صوره مصغره، او هتصمم لوجو، او هتصمم كتاب، واللوجو اسكان بقى للشركات او المطاعم او المقاهي او الكافيهات. فيلا بينا نعرف التفاصيل، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. النهارده جميل جدا لاني هقول لك ازاي تكسب 250 جنيه من خلال تصميم لوجو واحد. مش هقول لك كذا لوجو، لوجو واحد، ومن اول فرصه هو العميل هيقول لك تعمل لي لوجو للشركه واسم الشركه وخلاص، وهتبدا تعمل اللوجو. وكل ده منين؟ من على تطبيق كانفا. هقول لك ايه هو التطبيق اللي هو تطبيق كانفا، وهقول لك ازاي تشتغل على المواقع وايه هي المواقع اللي هتشتغل عليها، وهقول لك على فيديوهات لناس ازاي تتعلم على موقع كانفا. يلا بينا نيجي بقى نتكلم ايه هو التصميم. بص يا صاحبي، التصميم ليه انواع كتير جدا جدا جدا. التصميم ليه انواع كتير جدا جدا جدا، فانت لازم تحدد نوع التصميم. يعني انت هتصمم كتاب ولا صورة مصغرة اللي انا بصممها للفيديوهات بتاعتي وببدأ انشرها عشان تجذب المشاهد للقناة، تجذب المشاهد انه يدخل على الفيديو، ودي بتعمل على 70% من نجاح الفيديو اللي هي الصورة المصغرة، ودي الناس بيدفعوا فيها اكتر من 250 جنيه، يعني اكتر من $5، وده بيبقى من على المواقع. او تصميم لوجو زي اللوجو بتاع القناه بتاعتي او اللوجو بتاع الشركه بتاعتي. لوجو الشركه بتاعتي انا دافع فيه 250 جنيه، لكن لوجو القناتين انا مش دافع فيهم فلوس. ليه؟ لان عاملهم من جات جي بي تي، وجات جي بي تي مش هيطلع لك النسخه الافضل، لكن من خلال معاملات او من طريقه التحدث. وطريقه التحدث مع جات جي بي تي ان شاء الله نشرحها في فيديو تاني، فلو عايز الفيديو ده اكتب لي في التعليقات. احنا اتكلمنا على التطبيق واتكلمنا كمان ايه هو التصميم، اذا كان بقى تصميم كتاب او تصميم لوجو للشركات او تصميم صوره مصغره، ودي اللي بتعمل على 70% من دخول المشاهد على الفيديو او نجاح الفيديو. نتكلم بقى عن المواقع، ونفس المواقع اللي قلتها في فيديو الكوبي رايتنج اللي هو كتابه المحتوى او الكتابه عامه، وهي المواقع فريلانسر، اب وورك، مستقل، خمسات. فريلانسر، اب وورك، مستقل، خمسات، دول اهم مواقع تشتغل عليهم للتصميم. سواء بقى تصميم او مونتاج او كتابه محتوى، كل ده هنعمل لها فيديوهات باذن الله، لكن المواقع ثابته، 4 مواقع لا غنى عنهم. اقول لكم بقى على ايه هي افضل القنوات اللي هتعلمك ازاي تصمم من خلال موقع كانفا. اول قناه وهي احمد خليفه، هسيبها لكم في التعليقات، هتعلمك دوره كانفا من الصفر للاحتراف، منزل لك بارت 1 و2 و3، فالفيديو جامد جدا جدا، ومقسمها لك على مراحل. يعني بارت 1 في جزء، بارت 2 في جزء، بارت 3 في جزء، فمقسم لك الدنيا اجزاء. منزل لك كام جزء؟ منزل لك 3 اجزاء، بارت 1 بارت 2 بارت 3. دي اول قناه هتتعلم عليها، وانا شخصيا اتعلمت عليها وفادتني جدا جدا. نيجي بقى القناه الثانيه اللي تتعلم منها التصميم على موقع كانفا، وهي قناه وائل السلوكي. وائل السلوكي ده قدوتي، ده قدوتي. لو ما عجبكش القناه الثانيه استاذ احمد خليفه، ادخل على القناه دي استاذ وائل السلوكي. الفيديو مدته 15 دقيقه، 15 دقيقه هتتعلم وتعمل فلوس من على موقع كانفا. هتدخل تتفرج على الفيديو زي ما انا اتفرجت، وهنصح الناس انها تتفرج على الفيديو ده. هتدخلوا تتفرجوا على الفيديو وان شاء الله هيفيدكم جدا جدا جدا. كده يبقى فيديو النهارده خلص، وما تنساش تحجز معايا في امتحان اونلاين، هتكون على رقم اللي الشاشه ده، وهتكون مجاني تماما لحد يوم 23/11. وبرضه ما تنساش تطور من نفسك، هتطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.